صباح الخير يا شباب. النهارده الاربع 13 نوفمبر، فاضل بالظبط 3 ايام على البطوله. حرفيا انا امبارح كمان كنت قايل لكم ان انا بعد ما احلق شعر جسمي هناخد وجبه السلمون وننام وكده. نسيت اصور لكم وجبه السلمون ان انا حلقت من هنا وعلى طول. كانت الساعه اصلا 5 الفجر، يا دوبك اكلت الوجبه وصليت الفجر وبدري نام وانا نمت، ويا دوبك هم ساعتين اللي نمناهم عشان حرفيا احنا طيارتنا الساعه 1 ومحتاجين نبقى في المطار الساعه 11. الساعه دي 11 ونص، بس ان شاء الله هنلحق داخلين على المطار خلاص اهو. ان شاء الله هنتحرك. احنا هنا دلوقتي في جده، هنتحرك من مطار جده نركب نتحرك على الساعه 1 وهنوصل ان شاء الله الدمام على الساعه 3 او 3 ونص، وبعدها هناخد عربيه من الدمام للخبر، المدينه اللي هنلعب فيها البطوله ان شاء الله. والبطوله يوم 16، وبكره يوم 14 ان شاء الله نروح نسجل الوزن والميزان والطول وكل الكلام الجميل ده. وبس كده، ان شاء الله نشوفكم اللقطه الجايه واحنا في الدمام. السلام عليكم. طب يا شباب، الحمد لله ساعتين ونص تقريبا، صح؟ ساعتين بالظبط يا جماعه. وصلنا الدمام اهو. ان شاء الله دلوقتي نتحرك على المدينه، نركب عربيه ونطلع على الخبر باذن الله. الحمد لله الساعه دلوقتي 4 اهو، وصلنا مدينه الدمام. ركبنا اهو مع الراجل الجدع ده، لا مش الراجل بس. ودلوقتي رايحين على الخبر ان شاء الله، البيت اللي احنا جايبينه في الخبر. يعني المسافه من هنا للخبر، من الدمام للخبر 40 دقيقه بالظبط. بس نوصل كده ان شاء الله ونبدا بقى ايه، نشوف هنعمل ايه باقي اليوم. وصلنا الخبر، وصلنا الشقه اللي هنقعد فيها الساعة 5 إلا 10، واحنا اتحركنا من المطار الساعة 1 من دمام من جدة للدمام. بعد كده خدنا عربية من ابلكيشن هنا بقى الحاجات اللي زي اوبر وكده اسمه بولت. فخدنا عربية من الدمام للخبر، قعدنا ساعة الا ربع تقريبا في الطريق او حاجة كده. المهم الساعة دي 5 إلا 10، المفروض بقى ان احنا حاجزين شقة على اير بي ام بي باسورد. يلا قلنا بقى نفتح الشقة معاكم. كاتب لي 20. هو دي المفروض اللي بيجي يبدأ الرقم هنا، صح تقريبا؟ ايوه، لا ثانية يا عم، هات الارقام. ايوه 20 شباك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. دي يا جماعه الاوضه اللي هنقعد فيها. اوضه جميله متواضعه، كنبه، كرسي، ترابيزه، في تكييف حلو، الشاشه. بس طبعا الشقه الصراحه كنا قاعدين فيها في جده كانت اكبر واجمد. بس يلا احنا حجزنا وما خدناش بالنا من كذا حاجه كده. ده سرير كبير لذيذ شويه، والدولاب، في حمام حلو يعني. مش حلو ولا حاجه. لا والله حلو والله، بس لذيذ يا شباب والله. انا اهم حاجه بالنسبه لي بصراحه بصراحه يعني هي المطبخ طبعا عشان الوجبات. هو النور فين؟ مش نور ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه الله اكبر. مشكلتنا مع شقه جده، احنا نسيت اصور لكم شقه جده، بس اعتقد يعني بنت معانا كذا مره. هي كانت ما شاء الله اوضتين، اوضه سرير كبير واوضه سريرين صغيرين. كنت انا قاعد في اوضه سريرين صغيرين، واخد اوضه كبيره بحمام، وبدري واخد اوضه كبيره بحمام، وكانت جميله خالص وفي نت وبتاع. للاسف لحد دلوقتي مش متاكدين من الموضوع ده، تقريبا ما فيش نت او هنشوف يعني، يا رب يكون في. عشان دي مشكله كبيره يعني، هنضطر نتخيط في باقات وبتاع. بس هناك كان في برضه عيب من العيوب ان ما فيش ولا مايكرويف، والبولر بتاعت البتاع كانت بايظه. فتعال نشوف البولر دي هتبقى شغاله ولا لا، نشوف بس ان هي تنور ولا لا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حط كده، بسم الله. الله اكبر. البولر شغاله الحمد لله، عشان نعرف نعمل بقدونس الكرفس بتاعنا، الشاي الاخضر بتاعنا، المقدمات بتاعتنا، القهوه، الشاي طبعا. مايكرويف بسم الله الرحمن الرحيم، نقول برده شغال ولا ايه؟ بسم الله. الله اكبر الحمد لله. بس انت كلاعب كون اجسام كل اللي انت محتاجه بوتاجاز تعمل فيه تشوي فيه بقى الصدور الفراخ، السلمون، الستيك، ايا كان تعمل فيه البروتين بتاعك، والميكرويف عشان تعمل فيه الكربوهيدرات بتاعتك، البطاطس، الرز،
الشوفان، كل الكلام ده. وطبعا بقى في حاجه اسهل ان شاء الله، دي انا ناويها البطولات الجايه او في اي سفريات جايه عامه. وانا عامل دايت دايما هجيب اير فراير صغيره كده، وبرده رايس كوكر قد كده. الرايس كوكر ده احط فيها الرز يتعمل برده، والاير فراير اعمل فيها اللحمه وكده. دي بعد كده مناسبه جدا للسفريات بعد كده بطلع بيها. انا عندي في البيت بس اللي هي الكبيره، اير فراير كبيره قوي، والرايس كوكر الكبيره قوي. في حاجات بتبقى حلوه جدا للكامبينج بقى او للسفريات. بس لحد دلوقتي والله الشقه حلوه، بس هي جلتشايه لحد دلوقتي فعلا، ان مش عارفين تقريبا بنسبه كبيره شكلي مفيش نت. و كمان الاوضه واحده بس، وسرير كبير، سرير كبير حلو والله، اوضه حلوه. بس يعني انا والباشا اللي بيصور ده ولا حد فينا بيتيجي التاني ان هو ينام معاه. انت بتقول ايه؟ ف قابلونا بقى في برنامج المسامح كريم، عشان انا صوت شخيري بيصحي بدر يعني وبدر برضه راجل مدخن، انا ما بحبش. عمر هادي مسامح كريم معاك انت صح فعلا. لا هو اللي حاجز لنا. بصوا بصراحه بقى يا جماعه، بصراحه بقى انا ماسك نفسي بقالي كتير. بدر حط الكلام ده وحط صورته. بص يا جماعه، عشان انا ماسك نفسي وساكت بقالي كتير والله العظيم. انا مش قادر اسكت اكتر من كده يا جماعه. عمر هادي اللي حاجز لنا شقه جده، وحاجز لنا شقه الخبر. كتر خيره والله، كتر خيره، ربنا يخليه لنا. تمام. ده يا جماعه كابتن عمر هادي. بس اللي هو مشهور بهديه. حط صوره تانية ليه مختلفه، وهو مثلا اي حاجه حط صور وحشه مثلا، نقي صور وحشه بس. هتنقي، ما تجيبش الصور اللي هو 3% دهون دي، لا هات الصور بقى 15% 20% الحاجات دي. وهو مشكلته بقى، المشكله يا جماعه ان احنا اعتمدنا ليه ان هو يحجز. هتقولوا لي ليه اعتمدت عليه ان هو يحجز؟ اول حاجه، ده راجل كان عايش في السعوديه بقاله سنين زمان، هيقوم جاي قايل لك انا كنت في الطائف، انا كنت في الطائف. بقول لك سيبك من عمر، تشوف الراجل صاحب المكان ده هيكون بقى عشان في نت. يا رب يا رب خليك بتريك كده، خليني بس عشان نعرف الموضوع ده وتبقى قدامكم كده. في بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. انا في انترنت كلمه السر 10 20 30 40 يا جماعه. الراجل ده باسورداته الصراحه حاجه يعني. باسورد الشقه 20 20 20 شباك، وباسورد النت 10 20 30 40 50. يا لهوي، باسوردات الصراحه صعبه جدا ان هي تتهكر. اشبك على اقرب تاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي 10 20 30 40 50. طيب فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نخش كده الواي فاي فلور 1 10 20 30 40 50. نقفل بقى الباقه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب عشان لو كده نقلل الصور الوحشه اللي نحطها لكابتن عمر هادي. بسم الله يلا. واضح ان الدور كله شغال يا باشا. الدور كله على نت واحد. لا ثانيه كده، انا هعرف من جوجل. لو جوجل اشتغل معايا بسرعه يبقى سريع. لا يا عم حلو، حلو قوي. تيست. اعمل تيست كده، تيست الانترنت كده يعني انت بتعرف الصاله هنا في الخبر ايه؟ لا حلو. ده طياره، الله اكبر. لا طياره يا جماعه. الحمد لله ماشي. في بقى مشكله واحده هي يعني الحمد لله دلوقتي الموضوع بقى اهدى. ان طبعا الكابتن عمر هادي كان بيقول لنا ايه، والله انا قلت لعريبي، والله قلت له مش عارف ايه. المهم وقلت له ان انا يا جماعه دي الكنبه. كان بيقول ايه، خلاص يا جماعه انا عندي مشاكل على فكره يا جماعه. انا احب انا في بيتي اللي في مصر بنام على الكنبه، بسيب اوضتي على الارض يعني. والله انا في بيتي اقسم بالله بسيب اوضتي وسريري وبحب انام على الكنبه عادي جدا، ما عنديش مشاكل. فانا اصلا اول ما عرفت بكل ده قلت لبدري يا عم خد يا عم السرير الكبير الصغير ايا كان، وانا هنام على الكنبه، بحب انام على الكنبه. انا قلت الكلام ملوش لازمه عشان انا شفت صوره الكنبه، انا عارف انها مش كنبه. فانا ما اعرفش بقى دخلت انا دي يا جماعه ما تجيبش جنب بعض اصلا فين. ده عشان ما تجوش. لو هنا مش هتشيل العرق اساسا، مش هتشيله يعني. هو لو نام النومه اللي بينامها دي اصلا خلاص هيحتاج يرص شنطنا بالترابيزه يعني الحمد لله النت ولقيناه. تاني حاجه الحمد لله السرير كان واحد كبير طلع بيتقسم، فبقى واحد بس احنا في نفس الاوضه. بس يعني انا وبدر هنحاول نستحمل بعض شويه. هي بس القصه يا جماعه احنا تمام والله. بس هو كل واحد ليه عقليه ومواعيد بيصحى فيها. غير كده مثلا انا مثلا ما بحبش الدخان، هو ما بيحبش صوت شخيري كده يعني. بس دي كلها الحمد لله يعني احنا كنا فاكرينها مشاكل لحد ما اللي دخلنا المطبخ. يعني بجد يا جدعان انك تحجز اونلاين ده وما تركزش في التفاصيل وبتاع. يلا ربنا يهديك يا كابتن عمر يا هادي، وشكرا يا عم كتر خيرك. جدعان احنا لقينا المطبخ، بس هو برضو دي الراجل مش كاتبها اساسا يعني. احنا كده انا يعني
يلا خير. بس الراجل اللي احنا حاجزين منه من اير بي ام بي مش كاتب الموضوع ده. المفروض انت بتكتب انت عندك ايه وما عندكش ايه وشقتك عامله ازاي وبتصورها وكل حاجه عشان الناس تشوف. المهم يعني سريعا، المطبخ يا جماعه ما فيهوش معالق، ما فيهوش شوك، ما فيهوش اطباق، ما فيهوش طاسات. كفايه بقى يا اخي، انت ايه ما بتحسش؟ يا ريتني ما سالتك. هو يعني هو الحمد لله في بوتاجاز وفي مايكرويف وفي غلايه. ماشي تمام. انا هعمل اكل ازاي وهاكل ايه؟ يعني مفيش معالق، مفيش شوك، مفيش كوبايات، مفيش اطباق، مفيش طاسات، مفيش حلل، مفيش بقى حاجه امسك بيها، مفيش حاجه اقلب بيها. يعني انا دلوقتي حرفيا عشان انا مسافر اوريدي، انا بيبقى عليا وجبات لما سواء انا مسافر، لما كنت مسافر السفريه الاولى ومن احنا كنا لسه من مصر لجده، او سواء بقى من جده للدمام دلوقتي، دايما بيبقى عندي اوقات وجبات. فانا مسافر دايما بعلبه، معايا علبه دي صغيره، دي علبه لانش بوكس بتاعتي، ومعايا علبه تانية، هم علبتين بتوعي. فالحمد لله ان انا ايه معايا يعني. والرز معايا، رحت جاي احطه جواه وعملته في الميكرويف. بصوا دي لقيتها كانت في علبه السكر الدايت بتاعتنا باكل بيها، وكنتش لقيتها كنت هاكل بايدي كده كده عشان هموت من الجوع ومحتاج انزل اتمرن دلوقتي. ويعني الجيش قال لك اتصرف. بس خير. دلوقتي احنا هننزل نروح السوبر ماركت نحاول نشوف نجيب بقى احنا طاسه، وهنجيب كوبايات، وهنجيب حاجات كده عشان الكام يوم اللي قاعدينهم. ونجيب بقى الاكل اللي ناقصنا بس. وبعدين نروح نتمرن، وبعدين عايزين نحلق، عايزين نعمل حاجات كتير قوي. فان شاء الله ان يوم النهارده يساعنا يعني، والحق ايه اصور لكم كل حاجه. لسه مخلصين تمرين حرفيا، مقتول الصبح من طياره لطياره، العربيه تانية، من مدينه لمدينه، ونمت ما نمتش غير ساعتين. فوالله ما كنت قادر خالص اصور لكم التمرينه. بس انتوا كده عارفين تمرينه الخلفيات وريتها لكم، بس اتمرنتها هنا بقى في جيم جميل قوي في مدينه الخبر اسمه جيم نيشن. انا مش هتكلم ومش هظهر، انا بجد يعني هخليكم تشوفوا انتوا الجيم كده يعني. بدر متع نظر الناس، وريهم الجمال. بصوا يا جماعه، محمد علي كلاي، مايك تايسون. بصوا الكلام المكتوب. بصوا بقى الالوان، بصوا الانوار، بصوا الاضاءات مع الوان الجيم تحفه تحفه تحفه. بصوا الكارديو اريا، بصوا رصه الاجهزه، بصوا عند كل حيطه مفيش حرفيا حيطه فاضيه من شخص انت بتحبه، او شخص فعلا كالعلامه في مجال الفتنس، او مجال كمال الاجسام، او كان مجال سواء الملاكمه. يعني بصوا كمان بروسلي تحفه، كاتبين كمان الجمله بتاعته، كاتبين empty your mind be formless shapeless like water، اللي هي جمله بروسلي الشهيره. ومحمد علي كلاي ومايك تايسون. هنا بقى بص، انا عاجبني قوي يعني الجيم. انا مثلا خدت شويه صور يا جماعه والله عند الاريا بتاعت اليافطه بتاعت الجيم نيشن دي، جميله قوي قوي قوي، ورص الاجهزه جميله قوي قوي قوي، والفري ويتس والاضاءات. يعني كل اضاءه ليها متعه معينه، اضاءه صفراء، اضاءه زرقاء، اضاءه بيضاء، كل ده واخد حقه. تعالوا بقى اوريكم الجيم. يعني في طبعا الاستوديو هنا اهو. ايه؟ ايه؟ في ايه؟ طب تعالى. اصل انا يا جماعه بصيت على الجيم وسبته خلاص. عايز اوريكم يا جماعه بقى الكارديو اريا. هنا التراك، ومع التراك التراك احلى حاجه فيه ان هو نجيله صناعي كده، اريح بكتير من المط. عندك بقى الستير ماسترز، عندك بقى المشايات. بصوا كده الفيو كده، يعني حته واحده كده بام. وهنا الجي بتاعت جيم نيشن. if something stands between you and your success move it, never be denied. دوين ذا روك جونسون. يا سلام يا سلام يا سلام. دي جمله يا جماعه من جمل ذا روك الشهيره اللي احنا ساعات بنمرمطه معانا في الفلوجات. وبصوا بيجي الرابر ده عجبني قوي، اقول لكم يعني بجد يا جماعه الجيم. انا ما عرفتش اتمرن من كتر ما انا اتصورت صور فيه الصراحه. اتمرنت تمرين اي كلام، كنت ما الجيم تحفه. في بقى حاجه عايز اوريها لكم سريعا كده، دي مستخبيه. يعني ايه ده بقى؟ ايه المراوح دي؟ ايه؟ انا عايز اعرف ايه المراوح دي، وايه الناس اللي جوه دي بقى؟ يعني فهموني بقى، وروني بقى.
ده الاستوديو يا جماعه عادي، ناس عايز تعمل بوزنج او ناس تلعب بطن لوحدها. ده الكروس فيت اريا. ده الكروس ايه؟ بجري لا مؤاخذه بدري يعني. ده يا جماعه الكروس فيت اريا، وده الاستوديو. بس انا هوريكم الاستوديو بقى خلاص. ده الكروس فيت اريا بقى، بصوا الجمال. بصوا حاطين مين هنا بقى في الكروس فيت اريا؟ حاطين محمد علي كلاي، حاطين رونالدو، حاطين لعيب باسكت. لا هو نسيت لعيب، اسم لعيب الباسكت ده كان اسمه ايه؟ جوردن. يا لهوي. هم حاطين ليبرون جيمس وحاطين جوردن تقريبا، مش عارف. صح، الاثنين صح. والاخيره دي مين؟ الله. انا عاجبني بس المراوح دي كمان. بصوا يا جماعه المراوح دي، هل دي بتهوي طيب ولا ايه؟ ماشي. حاسس يا جماعه ان قله الكارب بالفتره دي بتخلي دمي تقيل، انا اسف والله. بس انا متاكد ان انا بجد لما اكل كده وارجع تاني عسل واعمل تحديات زمان دي واكل كتير كده، الدنيا عسل بقى ان شاء الله. كابتن صالح الدوسري هنا في جيم نيشن اللي في الخبر. اي حد هيجي يقول له انا جاي من طرف كابتن عريبي اللي جاي يلعب بطوله مستر يونيفرس، ليه خصم معين هو يعمله له مفاجاه. انا مش هقول عشان هو قال لي ان اي حد تبع عريبي هو كابتن صالح الدوسري هيظبطه. انا مش هتكلم اكتر من كده باذن الله. روح البيض ايوه قلبي البيض. والله العظيم جيم يا جماعه، جيم نيشن تشوفوا اهو بنفسكم. هوريكم الجيم عامل ازاي، اضاءات يعني احترافيه، الوان، فايب، اجواء المكان كلها جميله قوي وتخليك انت مهيئ نفسيا. لو انت حتى مش قادر تتمرن، انا النهارده يا جماعه كنت في طيارتين الصبح ومشوار يعني من الميكروباص لعربيه. بصوا تعبان قوي وقله الاكل طبعا. انتوا عارفين تحضير البطوله متابع قد ايه. والله اتمرنت تمرينه وكنت عايز امشي من الجيم، بس انا لازم بكره اصحى بدري برضه عشان اروح اسجل في البطوله. والله الجيم كابتن صالح والله جميل 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 جميل، روعه والله فوق ما انت تتخيل. انا مش عارف اقول لك قد ايه والله. يعني وهذه شهاده نعتز فيها يا حبيبي، وحياك الله في وقت انتم متابعينك، ونتشرف بصفاتك انتم متابعين. ونفس ما قلت اي احد يجيني من طرفك له خصم باذن الله ممتاز وراح يرضيهم باذن الله. بس الكلام خلص خلاص. انت هنا في السعوديه، مصري سعودي ايا كان قاعد في مصر، قاعد قصدي في السعوديه، تعالى جيم نيشن قول له انا تابع عريبي وعايز اشترك بس كده. تعالى فرع الخبر فرع الخبر في جيم نيشن. فرع الخبر تبع كابتن عريبي. خلصنا تمرين في جيم نيشن، جيم رايق قوي. زي ما قلت لكم اي حد هيروح يقول الجيم ده ان هو تبعي، هو قاعد في السعوديه، يقول بس ان هو تبعي فرع الخبر، هياخد خصم جامد قوي. بقى سريعا نبدا اول وجبه معانا في التحميل، والتحميل هيبدا معانا من بكره ان شاء الله. 250 جرام بطاطس قبل السوا، و120 جرام سلمون مشويين، 30 جرام لوز. هناكلهم وهننام عشان لازم نصحى بدري. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. النهارده كده خلاص الساعه دلوقتي 3 الفجر كده. دلوقتي يوم الخميس 14 نوفمبر، يا دوبك بكره هنسجل ونروح نقيس الوزن والطول، نشترك في البطوله. يوم 16 باذن الله نلعب البطوله. كده فاضل يومين على البطوله. تصبحوا على خير.